انا دلوقتي ليه ممكن اقع اصلا في علاقه توكسيك؟ يعني انا شايف ان احنا بنقع في علاقات توكسيك عشان اسباب كتيره قوي. اولها ان احنا بنبقى على نياتنا في اي علاقه بنخش فيها. يعني دايما بنخش العلاقات بقلوبنا اكتر ما بنخش بعقلنا. اتعلمنا دايما ننبهر بكل حاجه اول ما نشوفها، ودايما لما بننبهر بالحاجه بندي كل حاجه. فتلاقينا في اي علاقه بندي واحنا مش بنحسب وبنقيم العلاقه دي. عشان كده دايما العلاقات دي بتبقى بدايتها القلب بياخد محل اكبر من العقل. هو دايما بيبقى عايز يدي للي قدامه، فرحان باللحظه، لكن ما بيبصش لقدام. احنا بنبقى على نياتنا، وحلو ان البني ادم يبقى على نيته، وحلو ان البني ادم يبقى طيب، وحلو ان البني ادم يبقى جميل، لكن مش حلو ان البني ادم يخش في علاقه وينبهر بالحاجات الاولانيه من غير ما يحسب حاجات بسيطه. عشان كده دايما اما بنقول للبني ادم خلي عقلك يسيطر على قلبك، مش معنى كده ان انا عايزك تتعامل مع الناس بعقلك بس، مش معنى كده ان انا بقول لك الغي قلبك. مين اللي قال ان انا عشان اخش علاقه حب او علاقه ود او صداقه مع حد هلغي قلبي؟ مين اللي قال انك تبقى بدون مشاعر؟ كل ما في الامر ان انا عايزك تدي مساحه لعقلك تقيم بدايات العلاقه.